ازيكم يا اصدقائي؟ والنهارده جايين نعرف سوا ازاي نظهر في مشهد اكتر من مره، وده زي السكتش اللي احنا عملناه في اول حلقه الدحيح. ممكن يكون اتعمل ازاي؟ مش عارف الحقيقه، بس اعتقد الموضوع صعب. والموضوع هنا بيتقسم لجزئين، اولهم جزء التصوير، وهنا اهم حاجه ان احنا نصور باعدادات مانيوال، وبعدها نثبت الكاميرا في المكان اللي هنصور فيه، وبعدها نبتدي نصور ونخش بالشخصيات ونكررها زي ما احنا عايزين. وتاني جزء عندنا ان احنا نروح على البرنامج ونشوف بنعمل كده ازاي. فيلا بينا. بعد ما صورنا يا اصدقائي الشوتات اللي احنا قلنا عليها من شوية، احنا دخلنا البرنامج وحطيناهم هنا هم ورا بعض. ادي الشوت الاولاني وادي الشوت التاني. فاحنا عايزين نخلي الشخص اللي لابس ابيض ده يبقى قاعد قصاده الشخص اللي لابس اسود ده. احنا كل اللي هنعمله ان احنا هنجيب اللاير بتاع الفيديو بتاعنا، نحط اي واحد فوق التاني عادي كده. اهو بقى عندنا اللاير ده وتحتيه اللاير بتاع الشخص اللي لابس ابيض. اول حاجة هنعملها هنحدد اللاير اللي احنا شغالين عليه ونروح لقائمة الايفكت كنترولز وننزل عند الاوباسيتي. شايفين الحتة دي؟ هنستخدم اي تول من دول، اي تول من التلاتة. فلنعتبر مثلا ان انا هستخدم دي دلوقتي. ابتدي احدد الجزء اللي انا عايزه يظهر. ننزل تحت شوية. شايفين الماسك فيذر دي؟ نزودها سيكة بسيطة كده عشان الحدود هنا ما بين الاتنين، لو في اي تفاصيل زي الظل اللي عندي هنا ده مثلا، ما تبقاش الكت حد قوي كده. وبس كده. نيجي نرجع تاني للفيديو بتاعنا نشغل، شوف لو في اي تفاصيل باينة عشان نعدلها. انا كده الشوت بتاعي بقى جاهز والنتيجة بتاعتي بقت تمام زي ما انا عاوز. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. لو محتاجين اي حاجة اطلبوها مني في الكومنتات، ونتقابل فيديوهات جاية ان شاء الله. سلام.